السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل قرص فلاحي عشان المدارس والسندوتشات. هعملها معاكم بقى من اول خطوة وهتشوفوها معايا لحد ما اخلصها خالص. هنبتدي بقى. هنا معايا 2 كيلو ونص دقيق عادي زي ما انت عايزة، ما انت حابة يعني. هحط معلقة ونص ملح، بصوا كده معلقة ونص بالظبط. وهنا انا ما كانش عندي خميرة فورية، فكان عندي خميرة بيرة، يعني ايه، طلعت حتة خميرة كده، قطعة يعني، ويعني مش كتير، قطعة صغيرة. حطيت عليها معلقتين سكر وشوية مية دافية، وسبتها بقى ان هي تتفعل. هنا يا دوبك دابت كده، بس كان فيها لسه حتة، يعني هي كانت في الفريزر، طبعا بحفظها في الفريزر، فبس بدوبها في المية بالسكر. هنا بصوا انا بقلبها خالص عشان السكر يبقى ايه، هي كده كده اصلا بانت معايا يعني هي فارت، فهي بتبان كده ان هي ايه، مظبوطة يعني، ان هي ما باظتش وكده، لا تمام. هنا بقى نزلت عليها الخميرة على الدقيق والملح. هنا بقى خلاص كده هنزل بقى باللبن. بصوا انا عندي اللبن ده اصلا يعني هو كان حليب اصلا، وانا سبته ان هو يروب. صراحة يعني القرص الفلاحي بالذات لما بتعمليها بلبن حليب بحسها ناشفة كده، بس عادي ممكن تعمليها بحليب عادي برضو. بس انا ايه، انا بفضل اكتر اللبن الرايب. يعني ايه، ان انا اجيبه بحط عليه خل، نقطة خل، يعني معلقة خل كده، واسيبه قبلها بيوم، يعني بيصبح رايب خالص. وطبعا عليه وش، ولما بيبقى بوشه بالذات في القرص الفلاحي بيبقى تحفة ملش اي حل. بصراحة يعني ايه، انا بحب ان انا اعمله بلبن رايب. فدي برضو حرية شخصية لكل اللي عايز يعمله بلبن حليب عادي، لبن رايب عادي، بس انا عن تجربة يعني. بصوا هنا هفضل اعجن فيه لحد خلاص كده، هحط اخر شوية لبن لحد الدقيق بس ما ايه، ما يختفي خالص من قدام، يعني ما يبقاش فيه دقيق. فبصوا، كل ما تعجني الحاجة بالذات العيش والقرص الفلاحي بتبقى النتيجة معاكي تحفة. هي المعجنات كلها عامة كل ما بتعجني فيها بتبقى احسن واحلى. هنا بقى كان اللبن، انا خلاص خلصت لبن، انا اصلا مش هعوز لبن. فانا بس ايه، بجيب شوية مية كده، بصوا مكان الايه، يعني بمصمص البتاع مكانها، بس مكان اللبن. بصوا هفضل اعجن فيه بقى لحد ما اشربه الدقيق خالص. بصوا هنا يعني نصيحة، يعني القرص الفلاحي الرواق الكلام ده ملش مقدار في السمنة. انا بفضل سمنة بس، في ناس ممكن تحط سمنة وزيت عادي زي ما انت حب، بس انا هنا بفضل السمنة بس. ليه؟ ممكن حد يقولك انت هتعملي 2 كيلو دقيق يبقى عليهم كوبايتين سمنة، مفيش الكلام ده. انت عايزة الحاجة تنفع معاكي، فانت بتشوفي اصلا سمنتها معاكي قدامك عاملة ازاي. يعني هنا بصوا انا هعمل لكم حاجة. يعني انا مثلا عندي صفيحة السمنة اللي هي الكيلو دي، يعني هدفيه بس، يعني السمنة تفك، وهوريكم ان انا اصلا مش بعبر. يعني انا عاملة 2 كيلو ونص دقيق، يعني مش ما عنديش معيار، يعني اني اقول لك اعملي كذا سمنه، لا. انا بعمل بالبركه كده، وغير كده ان انت ما تطصيش سمنه ياما، لا. انت تشوفي السمنه معاكي عامله ازاي، يعني باين في الايدام السمنه يعني ولا مش باين. دي انت بقى حسب ما انت بتحدديه. مش انا احدد لك مقدار السمنه كام او مقدار الزيت كام، مفيش الكلام ده. واللي يقولك كده اصلا بيضحك عليكي. انت تشوفي العجينة معاكي عاملة ازاي. بصوا هنا انا خلاص، يعني خلاص شربت اللبن وكله. بصوا هنا هروح بقى ايه، انا بلمه بس عشان اجيب السمنة وافتحه كده، وانا حاطة السمنة اصلا تدفى بس. هنا هغسل ايدي بقى واروح اجيب السمنة. بصوا انا هوريكم السمنة انا بحط يعني قد ايه سمنة، بالبركة. بصوا اهو انا جبت لكم بس حابة ان انا اوريكم يعني صفيحة السمنة ان هي ايه قد ايه. بصوا حطيت، يعني هي الصفيحة مثلا كيلو، حطيت حوالي ربع وشوية، ربع كيلو سمنة وشوية. وهعمل وشايفة ان هو عايز سمنة هحط تاني سمنة. وانت بتعرفي السمنة ازاي؟ هتقولي لي عايزة اعرف السمنة كويسة معاه ازاي. السمنة لو انت حطيتي مسكتي يعني ايه، ال... يعني العجينة كده معاكي في ايدك حسيتيها بتلمع، يعني ايه تبقى كويسة في المعقول معاكي. بصوا من هنا انا بشربه السمنه، انا مش بليت،
مش بلت العجينة، لا انا بشربه بس السمن ايه، بشربه كده السمن. بصوا لما يشرب معايا السمنة حليته بقى عادي، مش لت اللي هو يعني ان انت بتضغطي عليه كده، لا انا بشربه بس السمن عشان عامة يعني العجين ما يشدش معاكي. بصوا هنا خلاص بقى بلته بقى عشان يبقى ايه، ما يبقاش مفتح معايا، ياخد يعني حقه كده في الايه، في العجن. على فكرة لو في عجان ماشي، بس انا ايه انا ما بحبش ان انا اعمله في العجان، انا بحب ان انا اعمله كده عادي زي ايه طريقة امهاتنا زمان، واوريكم الطريقة معايا عاملة ازاي وانا بعمله ازاي. يعني ايه اللي مش متاح عنده العجان في حاجة دي، ان هي ايه طبعا الايد، اي حد، مش اي حد عنده عجان، اكتر الناس بتعمل كده بتعجن بايديها. فانا بحب بس ان انا اوريكم ايه الطريقة. بصوا هفضل الم فيه بقى، انا حاسه ان هو هنا عايز سمن، يعني انا ما كده ما شربته السمنه، لا عايز سمن، فطبعا هحط شويه سمنه كمان. انا بصوا بفتح العجين واحط شويه سمنه كمان. السمنه دافيه على فكره مش سخن، عشان لو سخنه هتشد معاكي العجين خالص، ومهما تحطي مش هيبين ان انت حطيتي سمنه ايه، مش هيبان السمن. فانت خليها دافيه بس. وبعدين احنا في الصيف، عارفه لو في الشتاء وهي سخنه عادي مفيش اي مشكله، بس في الصيف لا ما تخليهاش سخنه عشان ما تسيحش معاكي العجين. بصوا هشربه السمنه، حليته بقى كويس، يعني كده ايه ممكن يكون يعني ال2 كيلو ونص دول حطيت مقدار كده نص كيلو سمن. هنا خلاص هلم بقى العجين، بصوا واسيبه بقى يخمر، بس خلاص كده هسيبه بقى يخمر. اهو العجين اهو، هنا بقى كان العجين خلاص خمر. انا بص بجيب لكم كل التفاصيل اللي بعملها عشان ما حدش يقول مثلا ايه لا ده مش هو ده اللي انت كنت عاملاه، ده مش عارفه ايه كده. وغير كده ممكن حد يقولك طب احنا كده اصلا ما عرفناش انت بططتيه ازاي، طب رهيف، طب تخين، طب هل انت عملتيه بالسريع، طب عملتيه على ايدك. طب بصوا انا بصوا هقطعها معاكم وبطريقه تقطيع ان كل واحده تبقى قد التانية. بصوا انا بجيب قطعة كده، بصوا وبعمله كده يعني بضيع الخمر بس حاجة بسيطة كده، وبعمله كده على ايدي يعني بين صوابعي واقطع. بصوا هتلاقي التانية زي التالتة زي الاخيرة في الحجم، لا واحدة تخينة ولا واحدة ايه، لا واحدة كبيرة قصدي ولا واحدة صغيرة. بصوا دي الطريقة دي بتاعت امهاتنا اصلا زمان اللي كانوا بيعملوها لنا، يعني كانوا بعلمونا، الله يرحم امواتنا المسلمين جميعا يا رب. ف... فانا بوريكم بس بصوا كل قرصة زي التانية. بصوا هنا هقطعه كله بقى، هقطعه كله كله بعدين ايه ارصه بقى جنب بعض، كل ما اقطع شوية ارصه جنب بعض عشان ايه لما اجي اخد يبقى ايه اخد من اللي هو يعني ارتفع معايا، فما يدوخنيش اصلا في يعني ايه ما يدوخنيش اللي هو بيبقى يعني انا قطعته وسبته شوية وارجع اخد تاني، فلما باخد اللي انا لسه عاملاه فبيدوخك شوية في الايه في التبطيط. فانا هرصه بقى كل واحدة جنب التانية. بصوا كل قرصة يعني زيها زي التانية بحجم التانية، مفيش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. وارصه بقى اول باول كده. صلوا على النبي يا حبايبي كده. ويا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك عشان نكبر القناة ويوصل لكم كل جديد انا بعمله، وكل حاجة بعملها بحب ان انا اشاركها معاكم. بس بصوا هنا قطعت كذا واحدة ازاي، بصي وطريقة سهلة خالص ان انت تقطعيه كده بين صوابعك. بصوا هنا بقى هغطيه علشان ايه ما يقشفش معاكي، وايه يعني ايه ولما تيجي تبططي تلاقيه ايه ارتاح وكده ما يدوخش معاكي في التبطيط. وعودوا نفسكم احنا في الصيف بنجيب مشمع نضيف كده بلاستيك، يعني ايه
اي حاجة بلاستيك عندك، اكياس، كيس نضيف، مشمع صغير نضيف، يعني كل العجين بس، وتغطيه عشان ما يقشفش منك، لان في الصيف بيقشف منك، في الشتاء ما بيقشفش، يعني ما بيعملش قشرة كده وبيبقى ايه، ممل معاكي، بيبقى وتفضل القشرة اللي على الوش دي حتى بعد ما ينخبز هي فيه، فطبعا ايه مش مستحبة يعني خالص. بصوا هنا انا مسرعة هنا الفيديو طبعا، يعني انا مش بعمل كل الكمية دي في الدقيقتين دول، فانا مسرعة عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو. بصوا هنا بقطعه كله حجم واحد. هنا كان محمد ابني مدوخني اصلا، بصي لازم يعمل معايا، ولازم يقعد معايا عند الفرن، لازم كل حاجة، المهم ان هو يبان وبيحشر نفسه في كل حاجة، فانا اصلا كنت متعصبة عليه، بس يلا بقى هعمل ايه. بصوا هنا انا بقطعه، برص اول باول، علشان ايه اما ارجع اخد ايه اللي انا عملته، يعني من اوله، من اول واحدة عملتها اخدها بقى يعني ايه ابطط بقى وتبقى ايه كويسة معايا. بصوا 2 كيلو ونص دقيق عملوا لكم كام قرصة؟ تخيلي لو انت بتشتري اصلا قرص دي من بره او كده، اول حاجة مش مضمونة في النظافة، ثانيا انت مش عارفة اللبن ايه، طبعا بيقولك اللبن اللي بره ده اصلا يعني انت مش ضامنة هم حاطين عليه ايه، سمعت اصلا ان هم بيحطوا عليه اكسجين وحاجات من دي. فبصوا هنا حاجة نظيفة معاكي في البيت، حاجة انت بتعمليها اصلا وبترمي معاكي كتير، وانتوا عارفين، انت عارفة لو انت جبت مثلا يعني كلفوكوا قد ايه 2 كيلو ونص دقيق، كلفوكوا قد ايه؟ مش حاجة اصلا. قولي مثلا 60 جنيه باللبن هيقضيكوا كام يوم في المدارس دي، كل يوم عايز يعني ممكن يقضيكم 3 اسابيع شهر، يعني عمرهم يعني مش اقل من كده، اقل حاجة يعني تقولي اني مثلا خلاص 3 اسابيع، يعني لما تقولي ان هم ما قضونيش 3 اسابيع، تخيلي لو 3 اسابيع وانت كل يوم هتجيبي بقد ايه اصلا. يعني لو جبت عيش فينو او جبت حاجة من دي، وهعمل معاكم برضو مرة تانية فيديو تاني العيش الفينو واوريهولكم، والقرص اللي هي بسمسم، هوريكم كل فيديو انا هعمله هنزله. بصوا هنا بقى انا رجعت جبت من ورا اللي انا عملته الاول، هنا هبطط اول واحدة وهوريكم انا بعمل بالسريع وبعمل بايدي. بصوا اللي حابب ان هو يسواها بالسريع، بس انا عامة انا عملت بالسريع المرة دي عشان اوريكم بس، يعني هعمل واحدة او اتنين اوريكم بس بالسريع ازاي، بس انا كده كده يعني بعملها على ايدي، لان انا بقى ايه بظبطه بايدي، انا بحب ان انا اعمله بايدي مش بالسريع. فانا بس بقى عشان محدش يقول لي طب احنا مش بنعرف نعمل بايدينا، عادي السريع متاح برضو. بصوا هنا بتسويها عادي خالص، ممكن تاخديها على ايدك كده مرتين تريحيها بس كده عشان تبقى مظبوطة يعني متوازنة معاكي. بصوا طبعا انا اصلا في اللي هي الالواح الخشب دي، طبعا عشان بتعملي حاجات، طبعا احنا في الفلاحين فالالواح دي اصلا موجودة عندك، الخشب احسن حاجة للقرص او للرقاق، ليه ما بيلزقش عليها الحاجة، ممكن تجيبي صواني او كده بس هتلزق عليها، فانا برش رشة دقيق صغيرة وبرص عليها. بصوا دي تاني واحدة اعملها بالسريع، فانا مش هعمل تاني بالسريع، يعني عملت لكم 2 اهم بالسريع، هوريكم بقى اللي انا هعمله على ايدي، وانا بحب وبفضل اكتر اللي هو على ايه بين ايديا كده، يعني بضم ايدي على بعضها وبعمل. بصوا انا برش رشة دقيق صغيرة خالص، مش تمليه دقيق، رشة دقيق يعني بحيث هو اصلا كده كده مش هيلزق معاكي، بس ايه احتياطي. بصوا هنا انا بعمله بقى على ايدي، طبيعتي اصلا انا بعمله على ايدي، بس انا قلت اوريكم مثلا اللي بيعمل بالسريع، ممكن واحدة تقولك لا انا مش هعرف اعمله بايدي، خلاص اعمليه بالسريع براحتك اللي انت عايزاه برضو. بصوا هنا انا اصلا يعني انا بحب اعمله اصلا، بيوفر معايا كتير،
طبعا انتوا عارفين الحاجة غالية اصلا، علشان تجيبي قرص وتجيبي او عيش فينو او كده، انت مش هتكفي. يعني لو واحدة معاها عيلين 3 في مدارس فده خراب بيوت، هتقضي كام عيل؟ وطبعا قرصة او 2 ما بيتكفيش العيل طبعا، يعني عمرك ما هتديله 2 بس. الأطفال اللي بتروح المدرسة من الساعة 8 الصبح أو بتطلع قبل 8 ما بتجيش غير 2:30 الظهر، فطبعا بتبقى كتير، يعني ايه الوقت كتير عليهم، فعايزين حاجات على طول. طبعا الأطفال اللي مش بتشرب لبن تبقى حاجة تغذيهم، وحاجة مضمونة وعاملاها في بيتك، وحاجة نظيفة. هنا بقى بصوا، انا بعمله كله على فكرة، انا مسرعة الفيديو برضو، بس انا اصلا مش بغيب فيه خالص. يعني على ايدك تعمليه، على ايدك احسن بكتير من السريع او النشاب، زي ما انت حابة او انت عايزة. انا مش بفرض عليكي حاجة، بس صدقوني اللي هيعمل القرص الفلاحي دي مش هيندم ابدا. ومهما تغيب عندك في الفريزر ما بتعملش لا ريحة ولا تبرول منك ولا اي حاجة. على فكرة انا مش حاطة عليها بيكنج باودر، فانا يعني ممكن احط عادي، بس انا كده كده اصلا الجو حر فهيخمر بسرعة معايا. فلما بتحط بيكنج باودر وتيجي تطلعيه تاني من الفريزر، يعني ايه مسافة مثلا طلعتيه الصبح لحد بعد الظهر تلاقيه برول معاكي، فلا. وهقول لكم برضو على حاجة كمان، ما تخليش القرص تبرول معاكي خالص، ولا تبقى حمرا، يعني ايه، يعني مستوية من ناحية ومن الجنب التاني لا، من جنب وجنب لا، تبقى كلها يعني فيها ايه السوا بتاعها مظبوط خالص. بصوا من هنا، طبعا عشان انا في الصيف وبغطيه اول باول، هخلص من هنا وهعمل اولع الفرن على طول واخبزه برضو على طول. بصوا من هنا لحد اخر واحدة وانا معاكم بوريكم، عشان محدش يقول ده بتضحك علينا او كده. هنا بصوا انا كنت سخنت الفرن ومسحته كمان، انا بخبز على الصاجة بتاعة الفرن، على عرصة، يعني مش بخبز في الصجان لا. بصوا، يعني انا كنت مسخنة الفرن من تحت مولعاه قبلها يسخن، ومن تحت ومن فوق حاجة بسيطة، يعني انا بحطه كده. بصوا بقى النتيجة معاكي في الاخر بتبقى تحفة. بصوا بقى هنا بدأ ان هو ايه، بصوا زي الجاهز بالظبط. هنا بقى اول ما يبتدي ان هو يرفع معاكي كده في الفرن، فطبعا يعني ايه، قعره من تحت استوي معاكي. طالما بيتحرك معاكي بصي ما تحركيش خالص وهو لسه ما خدش، يعني ما قبش معاكي او ما تحركش لا. بصوا انا ما بحركش غير لما الاقيه خلاص يعني اتحرك من مكانه. بصوا هنا بقى، يعني ايه مش مولعه الفرن جامد من فوق ليه؟ عشان مش شعوطش منك وما يبقاش يستوي معاكي، يعني ممكن يشعوط كده وما يبقاش مستوي لا، بالراحه بس كده علشان ايه وتعمليه واحده واحده. ممكن تعمليه في الصيجان عادي على فكره زي ما انت حابه، بس انا بحب اعمله على عرصه الفرن نفسها، بيبقى معايا النتيجه تحفه، بيبقى معايا وغيب معايا في الفريزر كتير. بصي ده بقى انا جيت اعملها، مش مهم، هو لازم اي حاجة تحصل كده. بصوا صدقيني لو عملتيه مرة اصلا مش هتحبي ان انت تعمليه في السجان خالص. انا طبعا مسحة العرصة بتاعت الفرن كويس خالص، الصاجة بتاعت الفرن دي مسحها كويس خالص. بصوا هنا كأنه جاهز، والله العظيم اللي يجربها ما يندمش ابدا، احسن من السجان 1000 مرة. ليه؟ بيحمر معاكي من جميع الاتجاهات، ويفضل معاكي في الفريزر مهما تطلعيه ما يبرولش. ليه؟ لان انت اصلا يعني احنا منجضينه في الفرن كويس، فما يبرولش معاكي. بصوا انا يعني ايه، ايديا يعني فيه على طول اهو. بصوا، بصوا قعره من تحت عامل ازاي، هحط غيره بقى اهو، واقفل الفرن، اعلي شويه واقفل الفرن. بصوا بدأ ان هو ايه يرفع معايا، وهنا محمد ابني مطلع عيني
عايز يعمل واحدة في الفرن، يا اما طالما ما بططش معاكي لازم اعمل واحدة في الفرن، يا انت حرة بقى. المهم ان انا ايه، طب خد واحدة كلها، هاكل ماشي مفيش مشكلة، بس ايه لازم اعمل معاك واشارك معاك. بصوا كله عامل ازاي، وتطلعيه بقى ماليش حل غيره بقى، وما ياخدش معاكي اي وقت، ياخدش معاك اي وقت. مش واحده تقولك لا ده هياخد وقت، ده كان لا والله ابدا. بصوا محمد لازم ياكل، انا بوريهولكوا بس عشان هو ايه بيصمم ان هو يطلع معايا. هو اصلا فاهم، بصوا هو بيشيل اصلا من ورايا يعني بيساعدني برضه، بيشيل ويحط على الايه، على الحاجه اللي انا بطلع عليها. بصوا اهو. وهنا بقى الشكل النهائي بتاع القرص. يا ريت يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناة يشترك وهيفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، ونكبر القناة معاكم. بصوا شكله عامل ازاي، والله العظيم تحفة، وخفيف خالص وهش خالص اهو. بصوا وهنا خلاص خلصت كل كمية القرص اللي كانت معايا. بصوا طري خالص، يتفتح سندوتشات. بصوا هش خالص وخفيف خالص. طبعا بخبزه على عرصه فما تستغربوش، يعني احسن من ان انت تخبزيه في الصاج، يعني احسن بكتير. فبصوا اهو اتعمل سندوتشات وطري خالص.